ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده نوع حلو سهل جدا ولذيذ وكل الاطفال بتحبه. هنعمل مع بعض النهارده جيلي الفراولة. ممكن تستخدمي اي نوع جيلي انت بتحبيه، اي طعم يعني. انا هنستخدم الفراولة، فانت تستخدمي موز ماشي، مانجا ماشي، اللي تحبيه، مش اللي تحبيه، بس هي نفس المقادير يعني. انا هعمل النهارده، بس هعمل يديني كميه اكبر يعني. مش هحط تذكره الجيلي بيبقوا كاتبين عليها ان هي بتاخد كوبايتين ميه، واحده مغليه وواحده سخنه. لا، انا هخلي يعني الواحده حوالي تاخد 3 كوبايات من الميه او 3 ونص. ليه؟ عشان ده كان عيد ميلاد وعايزاه يديني كميه كبيره والطعم يكون كويس برضو. فعشان الطعم يكون كويس ضفت جيلاتين بودر. قدين جيلاتين بودر؟ ضفت حوالي معلقتين كبار على 4 تذاكر جيلي. تمام. وحطيت حوالي 7 معالق او 8 معالق سكر، لان احنا بنحبه ميز السيكا يعني كده. تمام. حطيت 4 تذاكر جيلي، فضيتهم وعليهم معلقتين كبار جيلاتين بودر، وعليهم 7 او 8 معالق كبار سكر سنترفيش، اللي هو بنحل فيه الشاي ده عادي. وبعدين ضفت 5 كوبايات او 6 كوبايات ميه مغليه، وادوب بقى بيهم المكونات دي مع بعض. انا ضفت ميه كتير، هو في العادة المفروض 4 تذاكر ياخدوا 4 مغليين، بس انا ضفت 6 عشان خاطر انا عايزاه يديني كميه كبيره. تمام. الجيلي سهل جدا وطريقته بسيطه، انا قلت اشاركه معاكم لعل وعسى يعني يكون ايه حد ما يكونش بيعرف يعمله يعني. بس هو سهل جدا وطعمه تحفه وكلنا بنحبه كبار وصغيرين. بس بعد ما المكونات بتاعتي ان بقت كلها ممتزجة مع بعضها، ضفت 6 كوبايات مية باردة. تمام. وببدأ برضو اقلبهم كلك مع بعض تاني، وهبدأ بقى اجيب الكاسات بتاعتي واعبي فيها السائل بتاعي. يعني هنا بدوق، ولو عايز سكر بزود سكر انتي وراحتك. السكر ده حسب مزاجك انت واختيارك انت. انا هسهل على نفسي، وبدل ما اجيب مغرفة وابدأ اللهم صل على سيدنا محمد، ابدا يعني اخد بيها هصب الخليط ده بتاعي ده في شفشق ميه، وهبدا اصب بالشفشق بتاعي كده. انا هنا كنت قلبت الخليط بتاعي اهوت، بس بدوقه بلاقيه محتاج سكر. كل ما بدوق بلاقيه محتاج سكر بزود تاني، لان السكر طبعا اختيار. انا حطيت حوالي 7 او 8 معالق كبار سكر، لان احنا بنحبه مزز. ومعلقتين كبار جيلاتين على 4 جيلاتين باودر على 4 تذاكر جيلي. هنا جبت الطبق الفويل بتاعتي دي عشان هصب فيها زي ما قلت لكم. ده كان عيد ميلاد وحطيت، وما ينفعش احط ازاز حاجه تنكسر ولا كده، فجبت الطبق دي سهله يعني. وادخلها التلاجة بقيتها ليله وخلاص هتلاقيه جمد. والطعم والله بيبقى تحفه وسهل جدا، بيديك كميه كبيره، اوفر من الكريمه بكتير او المهلبيه يعني. بس انا هنا كنت حطيت اول صينيه يعني، وبعدين بفضل اصب بقى لحد الكميه بحالها ما تخلص من عندي. جربوه ان شاء الله هيعجب. بالهنا والشفا.